أغرب ليلة في مراكش. 3 حكايات مرعبة. منذ سنوات وقعت 3 حكايات غريبة في مدينة مراكش. حكايات لا أحد يعرف تفسيرها الحقيقي، وكل واحدة منها تترك وراءها سؤالا مخيفا: هل لكل شيء تفسير منطقي، أم أن هناك أشياء لا يمكن للعقل أن يفسرها؟ الحكاية الأولى: الظل الذي كان ينتظر في الغرفة. قبل 5 سنوات انتهت علاقة عاطفية طويلة كانت قد عشتها منذ أيام الدراسة، وبعد سنوات من الابتعاد عن عالم المواعدة قررت أن أبدأ من جديد. تعرفت عبر أحد تطبيقات المواعدة على فتاة اسمها سلم. كانت قد خرجت هي الأخرى من علاقة طويلة، ولذلك اتفقنا على ألا نتسرع في أي شيء. لكن بعد فترة قصيرة بدأت تطلب مني بإصرار أن أبيت في منزلها. في البداية كانت أرفض، إلى أن سألتها ذات يوم: لماذا تريدين مني أن أبيت عندك إلى هذه الدرجة؟ سكتت للحظات، ثم قالت بصوت خافت: لا أريد أن أخبرك، لكن وجودك معي الليلة سيعني لي الكثير. وعدتها ألا أحكم عليها مهما كان السبب. ثم أخبرتني بما حدث معها خلال الأسابيع الماضية. كانت تستيقظ في منتصف الليل، وفي كل مرة في البداية تعتقدت أن الأمر مجرد خداع بصري بسبب الظلام، لكنها عندما تستيقظ في الصباح لا تجد شيئا في تلك الزاوية، ولا تجد أي شيء في الغرفة يمكن أن يصنع ظلا يشبه هيئة إنسان. ومع مرور الأيام أصبح الأمر أسوأ. ذات ليلة نامت في غرفة الجلوس، وعندما استيقظت في منتصف الليل رأت الظل واقفا هذه المرة عند باب الغرفة. قالت إنها بدأت تشعر بأنها تفقد عقلها. وفي إحدى الليالي قررت أن تختبر الأمر. أمسكت لعبة صغيرة ورمتها باتجاه الظل. كانت تتوقع أن تصطدم اللعبة بالحائط وتسقط، لكنها لم تفعل. اصطدمت اللعبة بشيء ما، والأغرب أن ذلك الظل تحرك قليلا. عندما أخبرتني بالقصة شعرت بالخوف عليها، لكنني حاولت أن أجد تفسيرا منطقيا. قلت لها ربما كان الأمر بسبب قلة النوم أو نوعا من شلل النوم. ولكي أطمئنها وافقت أخيرا على المبيت عندها. في تلك الليلة كانت سلمى مرهقة للغاية، فنامت على الأريكة بينما كانت جالسا بجانبها. بعد ساعات استيقظت على صوتها وهي تقول: انظر إلى الباب. نظرت إلى الجهة التي أشارت إليها، وفي البداية لم أرى شيئا واضحا، لكن بعد أن دققت النظر في الظلام رأيت بالفعل شكلا غريبا يشبه ظل إنسان. حاولت النهوض لأرى ما هو، لكنها أمسكت بذراعي وقالت: لا تذهب. قلت لها إنني إذا اقتربت منه فسأعرف ما إذا كان مجرد ظل أم شيئا آخر. أمسكت وسادة ورميتها باتجاهه. كنت متأكدا أنها ستمر من خلاله، لكنني سمعت صوت ارتطام. سقطت الوسادة على الأرض وكأنها اصطدمت بشخص، ثم بدأ الظل يتحرك ببطء واختفى داخل الغرفة الموجودة خلف الباب. وقفت وأنا أشعر لأول مرة أن الأمر ليس مجرد وهم. اقتربت من الباب وسمعت همسا قادما من الداخل. لم أفهم الكلمات، لكنني كنت متأكدا من أنني أسمع صوت شخص يهمس. مددت يدي نحو الباب، وفجأة أغلق الباب بقوة في وجهي. حاولت فتحه، لكنه كان مغلقا. ثم بدأت أسمع أصوات أشياء تتحرك وتتحطم في الداخل، وكأن عاصفة تضرب الغرفة.